بسم الله الرحمن الرحيم. هاقول لك على 3 آيات ربنا وضّح لنا فيهم، مش هاقول لك الآيات، لكن هاقول لك على تكنيك ربنا مدّيه لنا عشان نستخدم بيه العقل، عشان توصل لحقيقة أي شيء. طبعًا اللي خلقك بيوجّهك وبيقول لك على الطريقة اللي أنت تستخدمها عشان تعرف تدير نَفْسك، أوكي؟ بس طبعًا أنت لازم تتدبّر القرآن عشان تعرف تطلّع الكنوز دي، عشان تعرف تشوفها. فلازم تفضل تتدبّر يعني تفضل ماشي ورا القرآن وبتبحث فيه وبتقعد تدوّر عشان تطلّع الحاجات دي، ما هو الموضوع مش سهل، لازم أنت تتعب عشان إيه، عشان تستفاد، عشان تكسب، من غير مجهود، قراية كده وخلاص مش هتوصل لحاجة، لازم يبقى في مجهود، لازم تستخدم عقلك، فربنا في ال3 آيات دول بيقول لك تستخدم عقلك إزاي، وهُم بادئين من 4، 3، 2. يعني كنت ماشي عادي، أنا كنت ماشي في الآية رقم 2 و3 و4 لقيتها ظهرت إن هي لأ، بتبدأ من 4، 3، 2 العملية الفكرية، اسمها فكر تصاعدي، إن أنا باطلع إزاي بتفكيري، أوكي؟ فأنت تركّز بقى في الطريقة دي، لإن الطريقة دي هي اللي أنت تقدر تستخدم بيها عقلك عشان توصل للحقيقة في أي شيء، لليقين، أوكي؟ هي الآية رقم 2 بتقول لعلكم بلقاء ربكم توقنون، يقين، يقين يعني أنت متأكد خلاص كإنّك شايف. 3 لآيات لقوم يتفكرون، فكر، تأمُّل. 4 لآيات لقوم يعقلون. فإحنا دلوقتي في الآية رقم 4 دي الstep الأولاني، دي الخطوة الأولانية، لقوم يعقلون، يعني إيه يعقلون؟ يعقلون يعني عارف العُقال بتربط الحاجة، يعني في فكرة معديّة أوكي، ما بتسيبهاش بقى تعدّي، ما بتعملهاش scroll كده وتروح مفوّتها بسرعة، بسرعة، لا، لا، لأ، أُقف، في فكرة أوكي، الفكرة دي أنت عارف إنها مفيدة بالنسبة لك، أُقف تعقّلها التعقُّل جاي من العُقال، يعني بتربط. فبتربط وتتعمق في الفكرة، تتعمق فيها. يعني في الآية مثلًا ربنا بيقول: "وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يُسقى بماء واحد." ربنا بيقول لك الأرض دي بيطلع منها زرع بطريقة مختلفة، بيطلع منها رُمّان وعنب وبلح وبتتسقي بمَيّة واحدة بس. دي آية، ده مثال إزاي إن أنت تتعمّق بقى، صح فعلًا، ده بيحصل فعلًا، أنا باشوف كده فعلًا، بيخل go deep، انزل، تعمّق في الفكرة اللي معاك، أوكي، اطلع للي بعديها بقى، اللي بعديها إيه، يتفكّرون step 2 الخطوة التانية، يتفكّرون، يعني إيه يتفكّرون؟ يعني يتأمّلون، يعني بتسرح بقى. مش أنت تعقّلت حاجة، أوكي، الحاجة دي عبارة عن إيه، مربّع let's say مربّع قد كده، أنت عايز توسّع بقى المربّع بتاعك ده، توسّعه بإيه، بالتأمُّل، تأمُّل زي الرُسُل كلّهم كانوا بيعملوا كده، الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيروح الغار بيعمل إيه، بيتأمَّل، يتفكّر، يتفكّرون. التفكُّر ده بقى بيعمل لك إيه، بتفتح عالم من البيانات والمعلومات المخفية عنّك، أوكي، بتبدأ تتنزّل عليك، فربنا بيفتح لك بقى، أنت بتعمل مجهود أهو، فبتتنزّل عليك، وده مش شرط على فكرة في القرآن بس، ده حتى في حياتك الطبيعية لو أنت استخدمت التكنيك ده، الطريقة دي، بدل هو عمل صالح ما فيهوش أذى لأي حد، ربنا بيفتح لك، بيفتح عليك، أوكي، ده اسمه التفكُّر. بيوصّلك بقى إيه، العملية يتفكّرون دي بتوصّلك لإيه، بتوصّلك لليقين، لعلكم بلقاء ربكم توقنون، عملية اليقين إن أنت خلاص تبقى متأكد وشايف الحاجة يعني شايفها حتى لو هي مش قدّامك، أنت شايفها وأنت متأكد منها وأنت حاسسها خلاص، ده اليقين. فدي 3 خطوات، يعقلون، يتفكرون، يوقنون، دي الطريقة اللي أنت تستخدم بيها عقلك عشان توصل لأي حاجة وعشان تنجح في أي حاجة. روح سورة الرعد، تأمل في الآيات دي،
2 و3 و4 ركّز فيهم، مارس الطريقة اللي أنا قُلتها لك دي مع الآيات دي وشوف، هتتبسط أوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.